السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي أوقاتكم صبايا، كيفكن حبايب قلبي؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير كلياتكن. اليوم الفيديو سوا رح نعمل ملوخية ورق على أصولة على الطريقة الحلبية، ورح نعمل بيتزا على طلب ابني الصغير ربي يحميه. يلا نبلش الفيديو ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مثل ما لكم شايفين أنا كنت غاسلة الفروجة وحطيت لها ليمون، وحطيت لها شرائح ليمون، وحطيت لها ورق غار وزنجبيل. وهلأ راح نقي الملوخية ونغسلها. طبعا هي الملوخية يعني بيتوتية، شغل ايدي، ما انه شريتها انا عند السوريين، فانا بعرف شو هي ونضيفة الحمد لله. وهلأ راح يعني اغسلها هيك غسلة بسيطة، واعصرها واحطها بالصينية مثل ما لكم شايفين. أنا رح أعمل الطريقة على طريقة كمان أمي الله يرحمها ويرحم أمواتكم أجمعين. كيفكن يا صبايا؟ طمنوني عنكم، شو عم تساووا أكلات بهالأيام الفضيلة وآخر أيام رمضان؟ الواحد بيحتار عن جد شو بده يعمل. والله يرحمنا يا صبايا، رمضان هيك عدى مثل لمح البصر، وصرنا بالأيام الأخيرة. إن شاء الله هيك الله سبحانه وتعالى يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة يا رب، وتغيير الحال من حال لأحسن حال. بدي أتشكر كل الصبايا الحلوات الأمارات، ربي يجبر بخاطركن يا صبايا. وهلا مثل ما لكم شايفين يا صبايا، اللهم صل على سيدنا محمد، رح نعمل عجينة البيتزا الناجحة اللي لو كان ما عندك حليب فيك تساويها، اللي هي كاسة مي مفترة يعني دافية فوق الدافية بشوي، معلقة سكر، نص مكعب خميرة حية، بنخلطهم كتير كويس وبنحط لهم معلقة طحين وبنغطيهم يا صبايا. وهون الأخت ياسمين عم تقول ما شاء الله ست بيت شطورة، وطب الجرة على تمها، البنت بتطلع لأمها، ويسلموا إيديكي على المعمول بشهي القلب. الله يجبر بخاطرك أخت ياسمين ويعطيكي مراد قلبك. يا صبايا عن جد بدي أتشكركم من جوات قلبي على تعليقاتكم الحلوة، الله يجبر بخاطركم يا رب. وهلأ هون يا صبايا الأخت أم محمد عم تقول حسبي الله على شغلة البيوت هون، والله كمان عنا البيوت بهدلة ومو كويسة، بالسنة 40,000، هي كاتبة مليار، هي نفس الشي 1000، فالله يفرجها على الجميع يا رب. وهلأ يا صبايا بدنا نحط 4 كاسات طحين، وحطيت الكاسة الخامسة على جنب لحتى إذا يعني لملم فيها العجينة بالأخير. عن جد يا صبايا اعتمدوا هاي الطريقة كتير كتير ممتازة. وهلأ بنهاية الفيديو رح تشوفوا ارتفاع البيتزا وسماكتها وهشاشتها كتير كتير ممتازة، فبتصير حتى هي للفطاير، يعني شو بتريدوا فيكن تمشوا على نفس هي الطريقة. في ناس بحطوا لعجينة البيتزا بيضة يعني وحليب، بس وقت ما بيكون عندك متوفر هالأمور، هاي طريقة كتير حلوة وسهلة للفطاير وللبيتزا. هلا حطينا معلقة ملح للطحين اللي هي 4 كاسات طحين. وهون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، أنا عندي نص كاسة زيت مو أكتر، حطيت 3/4 تقريبا لنص كاسة الزيت، وحطيت المي اللي هي تبعت الخميرة، ورح أحركها هيك بالمعلقة مثل ما لكم شايفين. طبعا أنا عم بشوف شقب بده ياكل الطحين مي، فأنا هون كملت يعني كل الطحين أكل كاستين إلا ربع، كاستين إلا ربع مي، طبعا حسب نوع الطحين، وأنا صورت لكم نوع الطحين هذا. فأنا حطيت نص كاسة الزيت كلها، وهلأ راح ألملمه مثل ما لكم شايفين. كل الأكل هو 3/4 كاسة و3/4 مي. وهلأ الكاسة اللي زادت الطحين اللي حطيتها على جنب راح لملم فيها العجينة، وبالأخير أستعملها لمد العجينة. وهلا هون الأخت سحر الورد عم تقول إلهي ربي يجبر بخاطرك بجه الأيام الفضيلة وينولك مراد قلبك ويريح بالك يا رب، وتلاقي بيت بأسرع وقت يا رب. اللهم آمين يا رب، الله يجبر بخاطرك يا رب وخاطر كل الصبايا. مثل ما لكم شايفين يا صبايا أنا كتير كتير عجنتها لحتى صارت هيك ملمسها كتير حلو، وحطيت لها شوية زيت وغطيتها بالستريش. وكمان الأخت
أم عمر عبتقول الله يرزقك بيت مثل ما بتحبي يا رب، ويكرمك ويعطيكي كل شي بتتمني. الله يجبر بخاطرك يا أخت أم عمر، ويعطيكي مراد قلبك يا رب. عن جد يا صبايا كل ما بتذكر قصة البيت من جوات قلبي بزعل. يعني اليوم شفنا بيت بدهم آجار سنة، وبدهم كمسيون، وبدهم يعني تأمين. يعني ما بعرف يعني الفقير منين يجيب، والآجارات 4000 و3500. يعني أنا وضعي ما بيتحمل، زوجي لحاله عم بيشتغل وأجرته محدودة. يعني هون الفقير يعني وين يروح بحاله، وما في بيوت كل شهر بشهره. والله العظيم يعني هم البيت لحاله يعني عم ننامون فيه مهمومين فيه، وخاصة ما بقى معنا وقت ويعني ما طلعانين بطر دي طالعونا يعني إجباري. عن جد يعني ما بعرف ايش بدي اقولكن، بس هيك حسيت حالي مخنوقة كل ما عم بتذكر قصة البيت. وهلا مثل ما لكم شايفين يا صبايا، اللهم صل على سيدنا محمد، عندي بندورة وفليفلي وبصل خلطتهم بالخلاط وحطيت لهم الزعتر الأخضر، وهلا راح أحطهم على الغاز وأحط دبس البندورة وشوية زيت مازولا. هي الصلصة تبعت البيتزا. عن جد كتير بعتذر منكم يا صبايا إنه هيك اختنقت فجأة وأنا عم بحكي. لا تواخذوني أبوسكم، بس انتم بسعر خواتي. والله يا صبايا يعني حقكن على راسي. وطبعا يا صبايا حطينا معلقة ملح، وحطينا شوية بهار، يعني 7 بهارات، ما بصير بلا هون هيك تنكيها. وهون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، شايفين العجينة شقد هيك انتفخت. هلأ منلم الماء ومنحط الكاسة الطحين اللي تمت لحتى نمدها ونحطها بالصاج الفرن. والله يا صبايا ابني صله تقريبا 4 أيام نازلة لوزة أو ما بعرف، عنده احتقان بس من طرف واحد مسكين وما بياكل، الحرارة كتير مرتفعة. فهيك فاق الصبح قال لي ماما يا ماما إنه ساوي لي بيتزا. قلت خطي يعني، مع إنه ما أكل يعني غير شقفة صغيرة، بس قلت هيك أفرحه خطي. الله يا رب يفرح قلوبكم مثل ما عم بتفرحوا قلبي بالتعليقات وبدعائكم إلي إنه ألاقي بيت. الله يجبر بخاطركم ويفرح قلبكم. وهلأ مثل ما لكم شايفين يا صبايا، اللهم صل على سيدنا محمد، مدينا العجينة بهالطريقة هي. وعندي أنا ورقة صاج، ورقة زبدة حطيتها على الصاج، وأنا شاعلة الفرن وطيفيته تقريبا هيك 10 دقايق. وراح أمد العجينة مثل ما لكم شايفين وأثقبها بالشوكة وأحطها بالفرن. وهلأ راح تشوفوا شقد راح تنتفخ، وبعدين راح أمدلها الصلصة ومعدات البيتزا يا صبايا. وهلا هون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، رح نقلي هلا الملوخية. حطيت معلقتين سمنة تقريبا، وأنا الدهنة بقسمها هيك مربعات، فحطيت هيك شقفة دهنة وراح أقليهم على السوا. وراح أحط معلقة كزبرة ومعلقة توم مدقوق عندي يا صبايا. أنا كتير بحب أعتمد هاي الطريقة، ويعني بحب الملوخية كتير كتير مقلاي، حتى زوجي كمان. فأنا قليتها يعني على طنجرتين، قليتها على طنجرتين لحتى يعني هيك تتقلى كتير كويس، لأني أنا طنجرتي هي صغيرة يا صبايا. لحتى هيك عودة يعني يروح على الزهري الغامق، وتطلع ملوخية فعلا ملوكية مثل ما بيقولوا. وطبعا أنا كنت سالقة الفروجي مثل ما شفتوا أول الفيديو. وهلأ راح أنزل الملوخية اللي عصرناها، يعني طابة طابة،
وأقلبن بهالطريقة هي. بالنسبة للمبتدئين يعني الصبايا الصغار اللي بحبوا مثلا يجربوا، يعني هي الطريقة كتير سهلة، انه تنزلي يعني كل شوي بشويتها وتقليها كتير كتير منيح لحتى يعني تتحمص كويس، وترجعي تنزلي طابة تانية. بس يا صبايا الكمية انا اللي غسلتها ما قليتها على طنجرة واحدة، لاني طنجرتي يعني صح هي هيك مبينة انه كبيرة، بس هي صغيرة وما عانتني كتير وبتحترق. فانا هلأ رح اكمل تقليت كملت الملوخية بطنجرتي التيفال. وهلا مثل ما لكم شايفين يا صبايا انا جبت هاي الطنجرة، ويا ريت عندي طنجرة اكبر منها لان كتير كتير مريحة التقلي فيها عن جد. ما بتلتدع ولا بتحرق ولا بتلزق، كتير كتير ممتازة. فيعني اول مرة انا بقلي فيها بس كتير ارتحت. ومثل ما لكم شايفين يا صبايا يا حلواتي يا اماراتي الله يجبر بخاطركم، انا رجعت حطيت معلقة سمنة وحطيت شقفة دهنة وكزبرة وتوم للكمية التانية، لاني يعني ما بحب تطلع الملوخية يعني قريب المسلوقة، بحب إدامها كويس. وحتى زوجي كمان نفس الطريقة. وأنا هون مثل ما لكم شايفين قلبت الملوخية على بعضها، وهلا بكتلها مية الفروج السخنة طبعا المغلية، لأني ما بصير تكون باردة المي تكتيها فوق الملوخية. وراح أحطها شوي على الغاز. وهلا يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، أنا صورت لكم الجبنة اللي بستعملها وكتير بحبها كمان من يوز بير. عن جد يعني كتير كتير من زمان، من أول ما جينا على تركيا يعني جربتها وكتير يعني معتمدتها هاي الجبنة، لذيذة يعني وطيبة اللهم صل على سيدنا محمد. وهلأ كمان مدينا الصلصة اللي طبخناها بالأول بعد ما بردت، وراح أحط السجق هيك مقسمته يعني قطع يعني سريعيا، وراح أحطها بالفرن، والفرن محمى. وهون برشلها رشة الزعتر الأخضر كمان كتير يا صبايا بيعطي طعمة طيبة كتير بالبيتزا، وبكتير أكلات كمان بيعطي طعمة طيبة. ويا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، أنا هون كنت باشرة الجبنة اللي ورجيتكم الصورة، وعندي شوية ذرة بس كان التليفون ما بيصور، فنهاية الزينة أنا تصورت معي. فلا تواخذوني يا حلواتي يا أماراتي، الله يجبر بخاطركم. حطيتوا لايك حلو مثلكم. المهم يا صبايا أنا هون مها الله يرضى عليها عمال تطبق الصفرة، وأنا كنت عمال أقطع الفروجي يعني أقسمها مشان أحطها بقلب الملوخية. وكمان الأخت هون عم بتقول ما شاء الله تبارك الله صحة وهنا، معمول فاخر وكتير مرتب. بحب لمسات مها فنانة ومرتبة، ربي يسعدكم. الله هيك يكرمك يا رب، يعطيك مراد قلبك حبيبة قلبي. وكمان الأخت أم رضا بتقول الله يعطيك العافية يا رب، وكل عام وانتي بألف خير إن شاء الله. الله يجبر بخاطرك وتلاقوا بيت على كيفكن. الله يجبر بخاطرك أخت أم رضا ويعطيك مراد قلبك وخاطر كل الصبايا يا رب. وهون يا صبايا يا حلوات حطينا الفروج وغليناها هيك شوية غلية. وأنا عندي كمان دهنة، قولولي شقد بتحطي دهنة. فعن جد يا صبايا الملوخية كتير كتير طعمتها غير شكل بالدهنة. فسبحان الله من أول رمضان زوجي عم بقول لي اطبخي لنا ملوخية اطبخي لنا ملوخية. لوقت هيك اجتني الهمة ويعني ومعداتها يعني صاروا جاهزات، فأنا هيك حطيتها. فعن جد يا صبايا كتير كتير طلعت نظم وبشتهيكن كتير فيها. ايه والله يا صبايا، والروايح يعني صارت بتغرف القلب. بشتهيكن كتير كتير فيها. هي أنا ما طبخت معها رز، بس منحب ناكلها هيك غمس وزيقة ليمونات ومخللات وصحتين وهنا يا ربي على قلوبكن. عن جد اشتهيتكن كتير. وهلا الأخت آلاء عم تقول ألف صحة وهنا على قلبكن وعقبال كل سنة وتضلوا بخير ويسلموا إيديكي. بتشكرك كتير أخت آلاء، وبتشكر كل الصبايا الجدد. عن جد يا صبايا الله يكرمكن، عيلتنا الحلوة عم تكبر وتعليقاتكن الحلوة هيك بتفرح القلب. الله يفرح قلبكن يا رب بهالأيام الفضيلة. ومثل ما لكم شايفين هي كانت شكل البيتزا وقد طالعناها، شوفوا يعني شقد هيك ارتفعت
يا صبايا عن جد كتير كتير ممتازة. وأنا راح أكتب لكم المكونات بصندوق الوصف بالنسبة لعجينة البيتزا. وهذا كان شكل سفرتنا النهائي بعد ما رتبتها مها، الله يرضى عليها. وعن جد يا صبايا كتير كتير بشتهيكن. وتاني يوم كان زوجي مشتهي على أكلة حلو، وكان عندي أنا هي من الكنافة اللي زادت يوم اللي عملت لفائف الكنافة، فقال لي إنه فرمي لي إياها يعني واعملي لي إياها مثل ما أمي بتعمل لنا إياها. فأنا حطيت معلقتين سمنة الخير وقسمت الكنافة يعني، أو نتفتها المهم نعمتها وقليتها هيك يعني بالطوة، يعني عملت صحن هيك شي بس يتحلى. والله يا صبايا يعني حلوة لذيذة وسريعة وما بدها شغل كتير. كانوا أمهاتنا يعملولنا هيك، هي هيك بالشتا جنب الصوبة اللي الله يرحم هديك الأيام فعلا. مثل ما بتقول الأخت الله يرحم هديك الأيام فعلا يا رب. إيه والله يا هنودة كان كل شي له طعمة. هلأ كل شي راح الحمد لله. ربي يجبر بخاطرك يا رب، إن شاء الله تفرحي بأولادك بأعلى المراتب، والله يجبر بخاطرك ببيت تلاقيه قريبا. الله يجبر بخاطرك يا رب وبخاطر كل الصبايا يا رب. ايه والله عن جد فعلا يعني ايام زمان غير. لك ليش عجبتني كلمة ايام زمان وقت بنتي قصتها من ورقة القمر الدين. ايه والله يا صبايا اكيد ما في وحدة مننا الا إلها ذكريات من ايام زمان. ويا صبايا يا حلوات يا أمارات، الله يجبر بخاطركن. اللي عم يسألني على مقادير المعمول فأنا كتبته بصندوق الوصف، وإن شاء الله راح أكتب لكم أي وصفة راح أنزله راح أكتبها بصندوق الوصف، يعني باعتبار إنه الأكترية عم يسألوا. الله يجبر بخاطركن يا صبايا يا حلوات يا أماراتي. لا تواخذوني اليوم كأني كتير هيك عبعك وما عم بعرف أحكي. وهلأ حطيت عندي سكر بودرة بعد ما هيك شوي أمرتها، لأني يعني زوجي بحبها مأمرة وفعلا كتير طلعت يعني هيك لذيذة. وهلا هون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد. سكبتها بالصحن وحطيت لها عندي شوية جوز زادوا عندي من أكلة الحلا هديك، حطيتها وحطيت لها قرفة، وصارت أكلتنا جاهزة وكتير هيك خفيفة ولطيفة ولذيذة. ولهون يا صبايا يا حلواتي يا أماراتي يا متابعيني الحلوين بيكون نهاية الفيديو لإلي. بتمنى تسامحوني لأني كتير عكيت اليوم وما بعرف أحكي، وتدعموني وتشاركوا الفيديو يا حلواتي يا أماراتي. سلام.